أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات البروبلم سولفينج على قناة بسنت ستيبس. تعالوا نشوف مسألة النهاردة بتقول ايه. مسألة النهاردة بسيطة جدا، بتقول write a JavaScript program to get the integers in range x y. يعني أنا هديك two integers x y وانت بقى عليك تجيب range الانتجرز اللي ما بينهم هما الاتنين. يعني مثلا هديك 1 و6 وانت تجيب لي الارقام اللي ما بينهم اللي هي 2 و3 و4 و5. خلينا نشوف ممكن نعمل كده ازاي. اول حاجة تعالى نتخيل كده كل السيناريوز اللي ممكن تحصل في الاكس والواي. اولا انا ممكن اخد الاكس والواي دول يبقوا تو فاليوز متساويين، وممكن تبقى الاكس اكبر او الواي اكبر. فانا محتاجه الاول اعرف مين الرقم الكبير ومين الرقم الصغير. انا ليه هعرف كده؟ علشان اعرف مين هي بدايتي في الرينج ومين هي نهايتي. فانا محتاجه افرق ما بين الرقمين دول. في حاله ان هما متساويين انا هعمل ايه؟ اكيد مش هيكون في اي رينجات اصلا ما بين الرقمين لان هما اوريدي نفس الرقم، فبالتالي انا كمان محتاجه تشيك هل هما متساويين ولا لا. فتعالوا الاول مثلا نسمي الفانكشن بتاعتنا integer range وهنديها الاكس والواي، وهنيجي جوه الاول نتاكد اذا كانت الاكس بتساوي الواي. ففي الحاله دي انا اصلا مش هعمل حاجه وهخرج بره الفانكشن دي، فهقول له console.log الاول message in they are two equals number وبعدين هريتيرن. يبقى انا كده خرجت خالص بره الفانكشن دي لو هما كانوا متساويين. في حاله بقى ان هما مش متساويين يبقى انا محتاجه اعرف مين الكبير ومين الصغير، فهقول له let المينيمم بتساوي، هساله هنا لو كانت الاكس اصغر من الواي يبقى اذا الاكس هي المينيمم، حط لي الاكس في المينيمم، غير كده حط لي الواي هي في المينيمم. نفس الكلام بالنسبه للماكسيمم، هقول له let الماكسيمم لو الاكس اكبر من الواي ساعتها حط لي الاكس هي تبقى الماكسيمم، غير كده يبقى الواي هي الماكس. كده انا جهزت وعرفت مين الماكسيمم ومين المينيمم. طيب محتاجه بقى اجيب الرينج من اول المينيمم لحد الماكسيمم. طب هل انا عارف الارقام دي هي ايه؟ لا، انا محتاجه جنريت. هل انا عارف هم عددهم كام؟ انا عارف هم عددهم كام. هم عدد الارقام دي هيبقى الفرق ما بين الواي والاكس. في الحاله دي خلينا نعمل فور لوب ونقول له انا هلت ان الاي بتاعتي بتبدا من 1 وان الاي هي اصغر من مين؟ الفرق ما بين الماكسيمم والمينيمم، ده علشان اقدر اجيب الرينج اللي انا هفضل الوب على اساسه. وبعدين هقول له الاي بلس بلس. هبدا بقى اكتب الكود اللي جوه اللي هيطبع لي الارقام اللي ما بين المينيمم والماكسيمم. فساعتها هقول له console.log هتطبع مين؟ هطبع الارقام بدايه من المينيمم بلس الاي. تعالوا ناخد مثال. تخيل لو انا عندي الانتجر رينج ده انا هديله من 1 ل6، انا عايزاه يجيب لي الارقام من 1 ل6. ساعتها هو هيعمل ايه؟ هيبدا الاول يشوف مين المينيمم والماكسيمم، فهيلاقي ان المينيمم 1 والماكسيمم 6، هيطرحهم من بعض عشان يجيب الفرق ما بينهم ويعرف عدد الارقام اللي ما بينهم هيكون قد ايه. الفرق ما بينهم هما الاثنين هما 5 ارقام. طب هل انا فعلا محتاج ال5 ارقام؟ لا، انا محتاج 4 ارقام. عشان كده بدات اللوب من عند رقم 1 لغايه الفرق ما بين الماكسيمم والمينيمم، وخليته كل مره يزود على الرقم المينيمم ده الاتريشن بتاعتي او الاندكس بتاعي اللي انا واقفه عنده. تعالوا نجرب لو شغلناها هيحصل ايه. لما اديته الرقمين 1 و6 طبع لي الرينج ما بينهم اللي هو 2 3 4 5. طب هو عمل ايه؟ هو اول حاجه عرف مين المينيمم ومين الماكسيمم، وفهم ان انا هبدا او ان انا هفضل الوب لغايه الفرق ما بينهم اللي هو كام؟ اللي هو 5. يبقى انا هنا الليميت بتاعي ده اصبح 5. هبدا بقى اعمل ايه؟ اخد كل مره الرقم المينيمم بتاعي اللي هو الواحد وضاف عليه الاتريشن. فجي اول مره ضاف على الواحد 1 فبقت 2. لما اللفه لفت فالاي ساعتها بقت 2، فجي ضاف على الواحد 2 بقت 3. طيب تعالوا نغير المثال ونخليه مثلا من عند 20 لغاية 25. المفروض ان انا متوقعة هيجيب لي ايه؟ 21 22 23 24. طيب تعالوا نجرب. ده اللي حصل فعلا. يبقى انا كده قدرت احدد الرينج ما بين التو انتجرز دول او اجيب الارقام اللي ما بينهم هما اللي عن طريق الاول حاجه اللي انا عملت تشيك هما متساويين ولا لا. تاني حاجه حددت مين المينيمم ومين الماكسيمم، وبعدين جبت الفرق ما بينهم عشان هو ده هيبقى اللوبينج او ده الاتريشن بتاعتي
هتفضل تلف على الفرق ما بينهم هما الاتنين، وكل مرة هزود الفرق ده او هزود الاتريشن ده على المينيمم بتاعهم. طب تعالوا نجرب كده. لو انا حطيتهم بيساوي بعض، يعني 20 و20، قال لي there are two equals number وخرج بره الفانكشن. ده كان حل مسألة النهاردة. قولولي في الكومنتس لو عندكم حلول تانية وأفكار مختلفة لحل المسألة دي. شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.